أهلا بيكم. بصراحة بعد ماتش المغرب وموزمبيق ده أنا قعدت شوية كده عندي إحساس غريب. إحساس اللي هو إيه؟ اللي هو على الورق إحنا كسبنا 1-0 ومبروك طبعا، بس في حاجة مش مظبوطة. بالظبط. الأداء كان تقيل قوي وبطيء وما فيهوش الروح اللي اتعودنا عليها منهم. والنهاردة إحنا معانا تحليلات وإحصائيات هنغوص فيها عشان نفهم ليه الإحساس ده كان صح وليه فوز زي ده ممكن يكون مقلق أكتر من تعادل. هو ده جوهر الموضوع كله. الماتشات الودية دي المفروض إنها بتجاوب على أسئلة، مش بتخلق أسئلة جديدة. وهي خلقت أسئلة كتير قوي. بالظبط. ماتش موزمبيق ده سابنا بأسئلة أكتر بكتير من الأجوبة، والنهاردة بقى هنستخدم الأرقام عشان نكشف القصة اللي ورا النتيجة دي، ونشوف هل تصريحات المدرب وليد الركراكي المتفائلة ليها أساس على أرض الملعب، ولا في فجوة كبيرة بين الكلام والواقع. طيب خلينا نبدأ من عند النقطة دي بالذات. تصريحات الركراكي بعد الماتش هو قال كلام مهم جدا. قال إن الفريق فاز زي الفرق الكبيرة وإنه راضي عن الأداء. ده كلام كبير. وهو ده اللي بيخلي التحليل ضروري، لأنك لما تبص على اللي حصل في الملعب بتلاقي صورة مختلفة تماماً. الأداء مش بس كان باهت، ده كان نسخة مكررة من مشاكل شفناها قبل كده. ضد البحرين والكونغو. أيوة، كأننا بنتفرج على ماتش واحد طويل مدته 270 دقيقة، بنفس الأخطاء، نفس البطء في بناء اللعب، ونفس الصعوبة في خلق فرص حقيقية. التصريحات دي ساعات بتبقى مقلقة، بتحسسك إن في حالة إنكار أو إن الفريق لسه عايش على أمجاد كأس العالم، وده خطر بيقع فيه فرق كتير بعد ما بتعمل إنجاز تاريخي. بالظبط، وهو ده الخطر الحقيقي. شوف منتخبات زي كرواتيا أو كوريا الجنوبية. كوريا متأهلة لكأس العالم 10 مرات ورا بعض، كرواتيا وصلت المربع الذهبي 3 مرات. الناس دي بتشتغل في صمت، من غير كلام كتير عن أمجاد الماضي. الشغل هو اللي بيجيب النتائج مش الكلام. صح. وأغرب حاجة بقى في تصريحات الركراكي كان التقاضي لأسلوب لعب موزمبيق الدفاعي. دي الحتة اللي بجد لازم نقف عندها. هو انتقد فريق بيلعب ضده بأسلوب دفاعي؟ أكتر تطرفاً في كأس العالم عشان يحقق إنجازه. يا نهار أبيض. الأرقام هنا بتفضح كل حاجة. بصي، في كأس العالم استحواذ المغرب قدام إسبانيا والبرتغال كان كام؟ 23% بس. أيوه، موزمبيق في الماتش ده استحواذه كان 33%. فمين بالظبط اللي كان بيلعب بشكل دفاعي أكتر؟ ده سؤال بيطرح نفسه. فعلا الأرقام دي بتغير زاوية الرؤية تماما، وده يخلينا ندخل في أرقام الماتش نفسه. لو أي حد بص على الإحصائيات النهائية بس، استحواذ 66% للمغرب و586 تمريرة، هيقول إن المغرب اكتسح الماتش. لا لا، بس دي الكدبة الحلوة اللي في إحصائيات الكورة، صح؟ هي دي الخلاصة. دي الأرقام اللي مش بتظهر على الشاشة. الاستحواذ ده كان اسمه استحواذ سلبي، يعني كورة بتلف كتير بين المدافعين وفي نص الملعب من غير أي خطورة حقيقية. مفيش فعالية. والدليل على كده الرقم الصادم بتاع الكور اللي ضاعت. التحليلات بتوصف عدد الكور المفقودة من لاعبي المغرب بأنه رقم مهول. يعني كل الاستحواذ ده كان بيتبخر مع أول محاولة جدية عشان توصل المرمى. يعني استحواذ أشبه باء سعرات حرارية فاضية، شكل حلو من غير أي قيمة. طب والمشكلة التانية اللي الأرقام بتكشفها؟ مشكلة التسديد، ودي كارثة فنية. من أصل 18 تسديدة للمغرب، 5 بس اللي كانوا على المرمى. 5 بس؟ بس الأهم مش العدد، الأهم هو المكان. 4 تسديدات بس من ال18 كانوا من بره منطقة الجزاء. ده معناه إن مفيش سلاح اسمه التسديد من بعيد في ترسانة الفريق. ودي نقطة خطيرة جدا، لأن الفرق اللي بتلعب ضدك بأسلوب دفاعي متكتل ساعات الحل الوحيد عشان تكسر الدفاع ده هو التسديد. إنك تعتمد على الاختراق بس ده لعب متوقع وسهل إيقافه. تماماً. الفرق الكبيرة لازم تنوع أسلحتها. لازم يكون عندك لاعب أو 2 عندهم الجرأة والثقة يسددوا من مسافات بعيدة. والمفارقة الكوميدية بقى إن هدف الفوز الوحيد اللي سجله عز الدين أناحي جه إزاي؟ من تسديدة من بره منطقة الجزاء. بالظبط. يعني الحل كان قدام عينك طول الماتش، ومع ذلك الفريق مش بيستخدمه كخطة لعب ممنهجة. وهنا بقى الكلام يبتدي يبقى شيق جدا. خلينا ندخل في آلاء الأفراد. الأرقام هنا أكيد هترسم لنا صورة أوضح عن مين كان بيقدم أداء كويس ومين كان أقل من المتوقع. الأرقام الفردية بتفصص الأداء بشكل دقيق جدا. نبدأ بالإيجابيات عشان ما نبقاش بنجلد الفريق بس. تمام. جواد اليماميك في الدفاع قدم ماتش ممتاز. لمس الكورة 105 مرة، أكتر لاعب في الملعب، وفقدها 5 مرات بس. 5 بس من 105؟ ده رقم عالمي لمدافع.
بيبني اللعب صح وما بيغلطش. وفي كمان الشاب صلاح الدين اللي كانت أول مشاركة ليه. صلاح الدين ده كان مفاجأة حقيقية. أرقامه تقول إنه لاعب خبرة بقاله سنين في المنتخب. استخلاص الكورة 4 مرات بالتاكلينج، كسب 6 من 7 صراعات أرضية، والتحامين هوائيين دخل فيهم كسبهم. أداء يطمن جدا على مستقبل المركز ده. حلو، ده الدفاع، لكن المشكلة كلها كانت قدام في نص الملعب والهجوم. بالظبط. في نص الملعب عز الدين أناحي هو اللي جاب الجول، لكن في نفس الوقت فقد الكورة 10 مرات. وده ممكن نتفهمه شوية لأنه كان شايل أدوار مركبة، صانع لعب وجناح، وعمل 4 تمريرات مفتاحية كانوا ممكن يبقوا أهداف. بس اللي جنبه. لكن جنبه نائل العيناوي كان تايه تماما، لمس الكورة 52 مرة بس، وده أقل عدد للاعب في خط الدفاع والوسط كلهم. واضح إنه ما كانش مرتاح. طيب نروح بقى للمعضلة الحقيقية، الأسماء الكبيرة اللي عليها كل الآمال زي إبراهيم دياز. الناس كانت مستنية تشوفه بيشيل الفريق. أرقام إبراهيم دياز مقلقة جدا. لمس الكورة 58 مرة، لكنه فقدها كام؟ 15 مرة. 15 مرة؟ لا، ثانية واحدة، ده رقم كارثي. كارثي. ده معناه إنه تقريباً ربع المرات اللي بيلمس فيها الكورة بيخسرها. ده اللاعب اللي المفروض يكون صمام الأمان في التلت الهجومي، مش أكتر واحد بيضيع الكورة. بالظبط. ولما تبص على المراوغات الموضوع يبقى أسوأ. حاول يراوغ 5 مرات، نجح في 2 بس، نسبة نجاح 40%. أوه. بيقول لك إن المدافعين كانوا بيقروا تحركاته بسهولة. دي مش الأرقام اللي بنستناها من لاعب بقيمة دياز. ونفس الكلام على عبد الصمد الزلزولي، فقد الكورة 12 مرة، وكان واضح إن دماغه كلها في الحل الفردي، عايز يرقص ويعدي أكتر من إنه يلعب بشكل جماعي. وهنا لازم نيجي للمقارنة اللي التحليل بيعملها واللي بتلخص كل مشاكل الهجوم. المقارنة بين يوسف النصيري وحمزة إكمان. الاتنين لعبوا نفس المدة تقريباً في الشوط الثاني. المقارنة دي زي ما تكون بتشرح فيلم رعب. الاتنين لعبوا 28 دقيقة. نبدأ بالنصيري. في 28 دقيقة لمس الكورة 7 مرات بس. 7 لمسات؟ أنا ممكن ألمس فنجان القهوة بتاعي أكتر من كده في نص ساعة. لمهاجم أساسي ده معناه إنه كان شبح مش موجود في الملعب. فعلا كأن الفريق بيلعب ناقص واحد. تماماً. والأخطر من كده، عدد تسديداته 0، ودخل في صراعين هوائيين اللي هي المفروض لعبته ونقطة قوته الأساسية، خسرهم الاتنين. يعني حتى في الحتة بتاعته ما كانش موجود. بس اسمح لي أقف هنا، مش ممكن يكون اللوم على خط الوسط؟ يعني لو مفيش خدمة كويسة للمهاجم طبيعي هيبقى معزول وما بتوصلهوش كور، ولا الأرقام بتقول إنه هو اللي ما كانش بيتحرك؟ سؤال ممتاز، والإجابة عليه بتيجي لما نشوف أرقام حمزة إكمان اللي نزل مكانه ولعب نفس المدة. تمام. في نفس ال 28 دقيقة إكمال لمس الكورة 23 مرة، 23 يعني أكتر من 3 أضعاف النصيري، وسدد 5 تسديدات، منهم واحدة خطيرة جدا الحارس طلعها بصعوبة. خلاص كده الإجابة واضحة جدا، دي مش مشكلة خدمة، دي مشكلة مهاجم. في لاعب اللي هو إكمان بينزل يتحرك ويفتح مساحات ويخلق لنفسه فرص من نص فرصة. أيوة. ولاعب تاني النصيري بيبقى واقف معزول ومستني الكورة تيجي على راسه بالظبط عشان يلعبها، وده فرق شاسع في العقلية. هي دي القصة كلها. القصة مش بس أرقام، القصة في اللي ورا الأرقام. في لاعب جعان كورة، ولاعب تاني يمكن وصل لمرحلة من التشبع أو الثقة الزايدة. وده يرجعنا للصورة الأكبر. الفريق ده محتاج يرجع تاني للروح الشغل والتواضع اللي كانت سبب نجاحه. وهنا التحليل بيستخدم تشبيه عجبني جدا عشان يوضح فكرة التركيز على العيوب. أيوة، تشبيه في الجون. بيقول الإيجابيات زي الفلوس اللي في جيبك، هي مكسب مضمون خلاص، لكن الشغل الحقيقي هو إنك تصلح العيوب عشان الفلوس دي ما تضيعش منك. الله. يعني سهل أوي نسقف للإيجابيات ونقول برافو، لكن البطولة والشجاعة الحقيقية إنك تبص في المراية وتعترف بالسلبيات وتشتغل عليها عشان تبقى أحسن. ودي الرسالة اللي المفروض توصل للمدرب والجهاز الفني، إن النقد ده مش هدفه الهجوم، هدفه المصلحة العامة. لازم يكون في انفتاح أكتر وتخلي عن العناد والتركيز على تطوير منظومة لعب جماعية حقيقية، مش الاعتماد على أسماء نجوم كبار وخلاص. بالظبط. النجوم مش هيكسبوا لوحدهم من غير سيستم واضح. لازم يساعد نفسه ويسمع للآراء المختلفة. في النهاية مصلحة المنتخب فوق أي شخص سواء مدرب أو لاعب. والمرحلة الحالية دي خطيرة لأنها قبل بطولة كبيرة زي كأس الأمم الأفريقية. مفيش وقت كتير لتصليح الأخطاء دي.
يبقى لو هنلخص كل اللي قلناه النهاردة، عندنا فوز شكله حلو على الورق لكن وراه أداء مقلق جدا. عندنا إحصائيات استحواذ وتمريرات خادعة لكن وراها أرقام حقيقية بتكشف ضعف رهيب في الفعالية الهجومية ومشكلة كارثية في إهدار الكرة. صح. وفي النهاية عندنا دعوة صريحة للتواضع والرجوع لأرض الواقع والشغل الجاد قبل فوات الأوان. وهنا في نقطة أخيرة التحليلات بتثيرها عشان المستمع يفكر فيها. كان في إشارة إن شعار العائلة واللحمة والروح الواحدة اللي كانت سر النجاح في قطر بدأت تختفي شوية، دي نقطة مهمة. وبقى في كلام عن أساسيين واحتياطيين وتقسيمات داخل الفريق. السؤال اللي بيفضل يطرح نفسه هو، لو الروح دي مش موجودة بنفس القوة والمنظومة الكروية نفسها فيها كل المشاكل الفنية اللي اتكلمنا فيها دي، يبقى إيه هي الهوية الحقيقية للمنتخب ده قبل أسابيع قليلة من أهم بطولة في القارة؟ ده سؤال مفتوح، وإجابته هي اللي هتحدد شكل ومستقبل الفريق في الفترة اللي جاية.